عين سيوف ظلمك، لا تسنها كثير الوقت قبلك، لا تسنها جعلها تراب واحرمها الدنيا. مساء الخير، مساء الجمال، مساء الأنوار. أحبتي أعزائي المشاهدين متابعين قناة الواقع، أهلا وسهلا بكم. أطلالة جديدة وبرنامج جديد مع زيد. شدينا الرحال إلى قبيلة بني لام، وتحديدا إلى عشيرة النصير، ديوان الشيخ طالب الحاج حسن أبو حيدر، وبحضور عمامة والإجاويد، إضافة إلى الشيخ والسيد الجليل سيد صالح الجابري والشيخ بجيل حاتم العيساوي. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. شكرا جزيلا. يا مرحبا، حياكم الله. اهلا بيك جماعه. يقول إذا يطر الحكي وينذكر خد الريح اللامي، ونعد الزلم بصدورها نعده، وإذا دبقت وذنها وساكها التيار، أبو نفس القصيرة ينتشف سدك. حي الله شيخ أبو حيدر، حياكم وأهلا وسهلا، ونورت شاشة الواقع. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أيامكم سعيدة، كل عام وأنت بخير، وكل عام وأنتم بخير. وباسم عمامي بني لام القرن النصير وكافة بني لام، ورحب بكم أجمل ترحيب. الله يحفظك ويديمك. وأهلا وسهلا بكم في قناة الواقع. وهذه هي صفة الرجال الموجودة في بني لام، يعني هم ذولي رؤساء الحماية، وابتداء من خادمهم أبو حيدر اللامي، وهم كلهم خدم. أنا أريدك تحكي لي عن عشيرة النصير. نعم. أفخاذها، إجاويدها، الأقلطة. على رأسي. أي والله. عشيرة النصير ساكنة في مقاطعة 53 من النصير، وهذه المقاطعة بداية تأسيس إمارة بني لام. نعم. اللي تأسست عام 1600. لم نكن بهذا العدد، بل إنما كانوا أفراد قليلة، والآن الحمد لله والشكر تجاوز عددنا احنا وعوائلنا أكثر من 5 إلى 6000 نفر. بيها 14 حمولة. نعم. الحمولة تضم 300 وبيها 400 وبيها 250. نعم. والحمائل المشهورة كالآتي، راح اختصر لك بالحكي لأنه أكرامة. نعم. فإمارة بني لام وهذه العشيرة بدت بيها منا إمارة بني لام إلى أن وصلت وين بدر وجصان ومندل. اقتطعوا من عندها العثمانيين إلى منطقة يسموها منطقة أم الجمل. نعم. وبدت هذه الإمارة من ذاك التاريخ لحد الآن. يعني العراق كان إمارات. نعم. إمارة بني لام وإمارة المنتفج وإمارة ربيعة وإمارة دليم. تقريبا شيخنا يعني هاي سنة، هاي بالسنة 1600 وراء 1600 أيام الاحتلال العثماني. نعم. أو قبل الاحتلال العثماني، لأنه البلد نعم كان مقسم، أو الوطن العربي مقسم إلى الأتراك وإلى الفرس. نعم. العراق كان حاكمين موالي البشاشعين وما شابه ذلك من الدول، وبعدين اجوا العثمانيين وبدت. لكن بني لام لم تهادن يوم من الايام اي محتل. هسه راح ابلش لك بالعشيره اللي انت تريد مطلب. احسن. العشيره كالاتي: بيها فخذ شراد يشد بال400 زلمه، والفخذ الثاني او الحموله الثانيه. منو كبير شراد؟ كبير شراد فلاح حسن عبادي ما حاضرين عنده شغل، دز اخوه وجماعته. شيخ مسلم اخوه موجود الان، احمد. اي. أيوة. وعادل موجود، عادل وحيد ايضا من كبار بير شراد. وكف الفخذ الثاني احريب، وحريب اثنين. نعم. فرج يمثله يوسف. نعم. سالم علي. ابو سلمان. نعم ابو سلمان. والفخذ الثاني يمثله اخوي الكبير قادر خليل جاسم، وموجود ويا اخوه حج محمد.
الفخذ الثالث شخيتر يمثله ابو عقيل هل قاعد يمك مسلم عبادي حسين. والفخذ الاخير الرابع او الخامس اللي يمثله الان موجود من عنده هو عطا اسماعيل وماجد حاج مولي. والفخذ ابو عباس وين صار؟ فخذ ابو عباس اللي فخذ سويد كفر بيت سويد عباس. وفخذ شنيور يمثله فلاح ما جاي عنده دوام دز ولد عنه بيت حج وادي. اي هذول بيت حج وادي اللي هو يمثله ابو عباس. كفو حج عبد الله يرحمه. او فخذ الثامن او فخذ الثامن اللي هو انا امثله لحد وكفو فاتر شيخ الجميع. فبعدين لا تنسى احنا كلنا صافي كفو من اخلاق. اخاف واحد فخذ صافي اللي هو يمثله ابو رياض وقاعد هذا جمعه ابو المصرف. جمعه حسن حياه الله استاذ حسن عباس ما يعطيك فلوس ترى بس تفضل اخويا. وهو موجود بعد ياهو من الافخاذ نسينا. خلي يقول لي ما حد هم ذول افخاذك بعد. الحمد لله والشكر ربي يحفظهم. وانا كبير خدمهم والباقي كلتنا خدم. اخاف واحد يقول لك غير هذا فاحنا نريد نلم هالناس هاي لا اكثر ولا اقل. لا تزيدنا الابهات ولا الكبرياء. ويمكن جاي على صفحتي تلقاني كاتب خادم بريلام وليست غيرها. والخدمة شرف وقيمة وأصالة وأرضاء الناس. الإمام علي يقول غاية لا تدرك. يعني من تجي تريد ترضي الناس بس والله لم أقبل بالباطل ولا هم يقبلوا بالباطل ولا أقبل واحد يتجاوز على حقنا ويأخذ. بالعكس وأنا بخدمتك بالنار على ما تريد. هسه صارت واضحة بس إحنا قبيلة أو عشيرة المصير من العشائر الرئيسية في بني لام. شلون؟ أي وين ترتبط بني لام؟ بني لام هي من نصير ونصار. نصير ونصار. نصير ايش خلف فرج خلف العبد الشاه والعبد الخان والطعان ومعلق وبلاس. نصار خلف رحمه وخميس ومرمر. وبدت وراها تفرعات. هاي التفرعات كل بلاد هسه تشرد او تروح فتلقاها وين بتجد 12 تلتقي. ازيدك معلومه وقد يسمعوني بني لام كلها كافه وما يعرفون بها. احنا خوال عبد الله الرضيع شرف كبير. خوال سكينه لان الرباط سكينه ام عبد الله الرضيع بنت امرأ القيس. امها بنت اخت اوس بن الحارث بن لام ابن عمر بن ضريب ابن ثمالة ابن مذهل ابن عادد ابن طيب. احنا من قبائل طيب. هاي معلومة قوية. واللي عنده اشكال يراجع مقاتل الطالبين. احسنت. المصدر لابو فرج الاصفهاني صفحة 58. احسنت. مقتل عبد الله الرضيع. احسنت. هاي واحدة. اثنين اوس بن الحارث اللي هو جدنا ابن لام ابن عمر ابن ضريف صحابي جليل قاتل مع الرسول. والرسول اكرم قبائل طي عندما اجت سفانه بنت حاتم طي واطلق اسراها كلها ودز الامام علي اعلن الامان لهم. خلنا نكمل لك. عندنا من عمار استشهد ويا الامام علي في معركه صفين. وعندنا 2 استشهدوا ويا الامام الحسين. فكان لهم باع. اما قتالهم ضد العثمانيين والانجليز فتاريخ مشرف جدا. ثوره البساتين وثوره المشاحي في بني لام عام 1919.
عارك بيها غضبان البنيه، واجا كانوا هم اثنيناتهم متفقين هو وبدر الرميض، وصارت اللي صار، وخلوا 4 سنوات ما قدروا يتجاوزون العماره. حتى حكيتها في مقابله قديمه، ما كان يشترون الانجليز خروف واحد الا من عمر غضبان. 2 حتى تكون على بينه، اجلالنا لسه حتى لا يزعل السيد، اجلالنا لسه هذا هو سيد سعد كلش كبير، لان اسمع اولاد اختنا الساده البخات، نعم، الساده البطاط، انتبه، نعم، الساده الشرع، اولاد اخت بني لام. فاللامي دائما السيد الكرمه والزوجه من النسوه. فهاي الحاله. 2 كل امرئ له عذره، انتبه، كل امرئ له عذره، لا عذر لمن طاي لئيم، لازم يكون كريم. كل امرئ له عذر، نعم، يعني تعتذر، لكن اللامي ما يعتذر، والطاي لا يعتذر بخيل، ويسمعون كذا حتى لو يبيع هدوم. احسنت ربي يحفظكم. وكنتم وما زلتم سرايا السلام تجاهد وتقاتل المحتل، ونسبة كبيرة قاتلنا وطينا شهداء، وقاتلنا قتال اسمح لي بأيام العثمانيين وأيام الإنجليز، والآن ولدنا يقاتلون في قاطع سامراء. وهذا اللي مقابلك قائد فرقة الرابعة، أول شهيد هو من بني لام، مو أول شهيد، من قادة بني لام. اللواء علي، هذا علي كاظم ناصر اللامي، هذا ابن عم زوجتي خيص إلى جنات الخلد. نعم، ما هي جديدة عليكم لكم. فهي مؤهلنا قضوا على ظهور الخيل، أخاف باقاري عنهم. أنا أجيب لك موسوعة العشائر العراقية تقرأ بني لام لهم يوم بالمعارك، كلها معارك كلها يوم. إضافة إلى ذلك احنا من تشريف الوطن العربي ليست هنا معسكر السيارات، المسرات، عشيرة المسرات في فلسطين، ضوقة الإنجليز هسه الصهاينة من 48 لحد الآن، هذول معسكر النصيرات من بني لام. نعم، هاي وحده. عندك آل عروج موجودين يسكنون في سوريا. عندنا وين تجمع بني لام، أنا أتواصل وياهم على طول في مصر. عندنا تجمع بني لام في كركوك، اللي معنا وين موجودين بديالة، حتى في مصر. نعم في تجمع، وعندنا بالمغرب قسم من عندنا، وإضافة إلى ذلك دول خارج. أما عندنا الغضور موجودين في دول الخليج، وبنوا هسه مضيف إلنا العلي منشد، الأمير علي منشد اللي هو هسه ناحي كبير غزي وبضور الأخ اللي يسمعني، بضور غزي، هذا المصور اللي قطع على المخرج، خلي يسمعني زين، بضور غزي، والغز بضور، والبضور بني لام. باولي فمن يرجع يرجع هو الى بني لام. بني لام رايه من رايات العراق، رايه من رايات العراق، لا تدري يعني العراق شال 4 رايات. بس اخذنا تفضل، احنا هسه جاي نسجل وننقل. جنابك انا بحكي لك من جد، جنابك ذكرت الناحي. الناحي مو اخو شيخ علي، ابن عم الشيخ علي. بس نصحح المعلومه. نعم. حتى نكون بالصوره. شكرا لهذا الاطراء الجميل. شكرا لحضرتك. هلي كلمة بخت بول صدر تنعاد، هلي صورة نهر ما تنشهب بالمد، هل الرمح الطويل بساعة تحتد، هلي بيهم علامة دلالهم ترقد، هل الذهب القديم مش ما عتق يصعد. حي الله العيسى، حي الله الجبارة، اهلا وسهلا، حي الله الخزيعي، حياكم الله، حي الله البخت، وحي الله الشيخ تجيل حاتم العياده. نورت شاشه الواقع. اهلا وسهلا جناب الشيخ، وحياك الله واهلا وسهلا بك. حياكم الله. انا اول مره ارحب به لانه هو الان ضيفنا. احبي حياه الله. اهلا ابو حيدر. السيد صالح، الله يسلمك ويحفظك تاج على راسك. الله يسلمك، الله يحفظك. لانه مثالي
ورجل يدور الستر بعبايته. وايضا اخوي العزيز لانه تربطه علاقه قديمه بي. وبعدين لا تنسى يا استاذ العيسى من عشائر طي او من قبيله طي. ونرحب ايضا بسيد سعيد لانه ضيف علينا. اهلا وسهلا سيد سعيد. وانت نسيت. اهلا وسهلا سيدي. قدمنا احتفال. حياكم الله. وكونوا ورابوا ويانا. هذا بيت شعر جناب السيد وجناب السيد، انا اكيد ما ناسيهم الساده، واكيد هم البيرق وهم القدوه. نعم. يقول احنا الموت واحنا الخوف واحنا نلحم ونكلم، وخيطنا من الفتوق كبار ومشيدات، وعلجت حر عيد عيوننا وتلظن، وعشرة ويا الرماح بكل كتر نيشان، وملتنا الصدور بكثر ما تردم، وبس عدنا الجروح تأمن وترتاح، وهنا ونوم العواقب وإن ما يقبل. حي الله بني هاشم وحي الله أخوة فاطمة، وأهلا وسهلا سيدنا الغالي. ننتقل بالسؤال إلى جناب الشيخ تجيل حاتم العيادة. حي الله العيسى. الله يسلمك. شيخنا نورت شاشة الواقع، ورادين من جنابك الكريم نعرف تفاصيل عن عشيرة الخزيعل وارتباطها بقبيلة العيسى، وعن شيوخها وكبارها والحديث الجنابك. بخدمتكم. ربي يحفظه يا سيدي. اهلا وسهلا بكم. قناة الواقع. اشكرك شيخنا الغالي. العيسى او الخزيعل نعم احد عشائر العيسى. نعم. العيسى تنقسم الى 3 اقسام. نعم. او 3 اقشار. نعم. قسم الدين، وهم هذول الشيوخ المخصصين. كفو. يعني بيت حمدان. بيت حمدان السكر. هذول ثلث ما يتبعهم. نعم. السعد والبراغيث. نعم. والزيارة. نعم. والثلث الثاني اللي هو الحمدان. نعم. يتبعهم الفليحات والزرقان. نعم. و اكو اشهر اخرى وياهم. نعم. وانا خادمكم. كديس ما كديس لو انا متوهم. نعم كديس هاي لعشيرة الدين. الدين. اما انا خادمكم كفو منك. تجيل حاتم. كفو منك. انتسب الى عشيرة الجبارة. كفو. الجبارة تنقسم الى 5 حمايل. حمولة الحويجي. نعم. حمولة الخزيعل. جنابك الكريم، حمولة الحويجي منو كبير؟ كبيرهم القديم نايف العويس. نايف العويس. واليوم ابو غازي. الله يرحمه. الله يرحمه الاموات. والبركه ابو غازي ان شاء الله. نعم. الحمولة الثالثة الشريف. الخزيعل. الخزيعل انا خادمكم. وكف. وانا الموجود المتحدث عنهم. وكف. وعشيرة الجبار الخاصين. نعم. هذا صارت عندك 5 حمايل. نعم. الإبارة الخاصين من كبيرهم؟ علي بن قاسم المحمد. محمد عرنوس؟ نعم محمد العرنوس. وثلث تنعام. نعم. أو ثلث تنعام. قلنا الشريف منو كبيرهم؟ الشريف اليوم حسين الشساب توفى إلى رحمة الله. الله يرحمه الجميع. واليوم الموجود سامي بن حسين الشساب. نعم. حياه. بالنسبة قلنا عندنا عشيرة السهول. نعم. السهول. منو كبير؟ سعدون بن حسن الرسل. وكفو 3 تنعام. اخويا هذول الحمايل الجبارة. نعم. انا بالنسبة نجي للخزيعل. سولف لنا على الخزيعل. الخزيعل حمولة انا باعتقادي والناس اللي تعرفهم حتى المنطقة اللي هسه جاورتهم ناس اهل بخت. ويمكن يميلون على نفسهم عشان اكثر ما يحتدون. وهذه في طبع عشان غالبية الخزيعل. والنعم. والنعم. فتقسيمهم يتكون الخزيعل من عدة بيوت. نعم. ومنهم بيت عيادة اللي أنا خاد لهم. نعم. وبيت زير. نعم. وبيت خابط. بيت زير منو كبير؟ بيت زير اليوم ثامر الشنوف. والنعم. المنتبه. أبو بريسم. حياه الله. إيه. نعم. عندك بعد بيت خابط. نعم. حج محسن الدعيم. والنعم. إيه. بيت رابط. نعم. اليوم مثل ما أقول مان الله توفى وجاء توفى. الله يرحمه. واليوم الموجود المنتبه عشان حاتم المحيسن. والنعم. إيه. عندك بيت مرشد مثلا. نعم. اللي يعمون بيت قمير. نعم. وبيت قمير موجودين من عندهم حج عبيد، خميس الشلوب. نعم. هذول ايش؟ عندك مثلا بيت الرويضات. نعم. وهذول معظمهم ماكو وين يسكنون بالزوير.
بالزبير. بالزبير. واللي منتبه من عندهم غضبان اللي بدير. والنعم. ثالث. عندك بيت سعدون اليوم لي شو بيت تعبان ما بيت تعبان واخوانهم. نعم. بيت سماري ذول. بيت سماري. نعم. اليوم لي خوش ولد بهم ومنتبه وبغزوان. والنعم. هذول هم الموجودين. ربي يحفظكم. الله يستر. ويديمكم. الله يسلمك. حياكم الله. احبتي اعزائي المشاهدين، بعد هذا الحديث الجميل ناخذ فاصل ونعاود. فاصل ونعاود. احبتي اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم ورجعنا لجناب الشيخ طالب ابو حيدر وسوالفه الحلوه وهالطريقه هاي المعدله. جناب الشيخ، تكون عندكم مناسبات سواء كانت فرح، حزين، فصل، وتحدث بها بعض الامور وبعض القصص، فحابين نسمع من جنابك الكريم الاحداث اللي مرت عليك من مسيرتك وانت كشيخ اليوم للنصيحه. انا خادم للامانه وهيك. كفو. ويزيدني شرف ان ارحب باولاد خالي دريد وفراس واحمد. حياهم الله. هذول اولاد حجي خضر الله يرحمه قدس روح الجنه. الله يرحمه. الظرائف تمر اخواني. نعم. الامام علي يقول واكثرهم للحق كارهون ولا تستوحشوا طريق الحق لقله السالكين. سلام. واحده من الطرائف. نعم. قد كنت فيها قاسي لكن هي صارت باب ستر. يوم من الايام نايم الظهر وندق الباب واذا 15 زلمه 15 رجال ما اسميهم اسماء. ها اخوي قال والله يا حين يا بين اكو واحد من ربعه محتدي علينا دق الباب وسائل ادب. صارت حساسيه ضاربينه. من ضاربينه نعم. يجي يريد يشتكي عندي في حين 15 اجوا قدام. اجوا سوا. اي قدامه. شوف اجى هو ايش راح يسوي؟ شلون تقنع هاي 15 ومصعب حق. وهذا هو ويريد حق مني. شو يسوي؟ فاحاكيه طقطقه بصبعته بالسبحه مالته هيك وكانه انا اشتغل عنده. فوقها. اي والله حق هاي القعده اللي قاعدين فيها. فلزمته من شعره قحيت ورمته من الدقاق. دقاق كلش. فهذول انكسرت عيونهم. قالوا عمي بس فكه دخيلي لحسين وكل شيء انتهى. هاي واحده من الضرائب. هاي حلوه. اي لا تعشي بالضرائب. هو اكو شغلات مرات البشر. اسولف لك قصه انت خوش دخلت بهذا الموضوع. غضبان البنيه ايش قد كان شجاع، ايش قد كان زعيم. كفو تاريخ. فهو إنه من صدور المجر صدور المجر اذا سامع بيها على ما توصل للفكه للمشرع هاي كلها قاعه ماخذها قوه فلاح. فاكو واحد من الفلح عصى على غضبان اجى اخذ قاع وقعد لا ينطي كوده ولا ينطي الربع مال القاع. الكوده شنو؟ الكوده يعني مال الرعي. ماخذها فلاحه ملاجئ. فهذا عنده صراكيل. الصركال يعني مثل الجابي يرحون عليه ما يحكم يرحون عليه. يجون يردون للشيخ قال له لقينا موقف خليه يعيش عائلته. شوف قد قلبه كبير الله يرحمه. الى ان وصلت يوم من الايام تمرد عشيه. السكر مو السكر مرد عشيه خلاها يومين 10 12 قالوا جابوا شتفوا جابوا. تشوف بس مستوى العقل اللي عنده. نعم والحكمه. قال له ابوي انت ليش وياي هيك؟ شنو سويت اولاد؟ مو منطيك من فلان سنه لفلان سنه تاكيد. قال له والله يا شيخ تبختني. قال له لك تبختني. قال له والله اردت اشوف حلمك. الله. هو عقلك
ايش كبره يتحملني، يعني ردت اثير ملامحك، اثير غضبك، اشوفك تغضب له هذا بس ما غضب. ما غضب. ما غضب. قال لابويا هاي كلمه لك روح. هو شلون شيخ لا يغضب؟ هي هاي المواصفات. فاكو سوالف مرات تنداس في المصاري، اي لكن تجي ساعة الرحمن. وبعدين لا تنسى وانا مسؤول عن حشايتي انه نصير كلنا من ظهر واحد. واهم اللي يقدر يفرقنا ان شاء الله ما تفرق. لان كلنا من ظهر واحد، فلا واحد غريب على الثاني. وتلقى اذا مو من عمتك ابن خالتك، مو من ابن خالتك من عمامك، من جدتك، ما ادري شنو، وكلنا من ظهر واحد. وكانوا وهن يتعارفون الصبح بالمساحي ويتعارشون بالليل سوا. فهاي الحالة. ولذلك انا اعوذ بالله من شر طبقتها، بس هم ما بدوا يطبقوها. قلت لهم اللي يستخدم البندقيه على صاحبه تصادم. واخر قرار ذاك اليوم خابرت المريان والعيسى اثنيناتهم، قلت لهم بويا اذا صارت بيناتنا لغو ماكو قوامه، مجرد معاتب بين العيسى والمريان والإله. لانه العيسى ما طرق لها هو ابو الشيخ. العيسى من قبائل طيب. الندى عاشوي من اله. الندى اخو الامريان، ومريان اجى لنا ترى مو ساده، مسؤول عن الشاي مو ساده. اجى الندى عاشوي بني لام وين؟ علي الغربي. واجوا المريان عاشوا وين عيسى، والعيسى من قبائل طيب. وبيناتنا نسبة ومصاهرة وقوة وفزعة، فهذا شيء ما حد ينكره. بعد شو تريد من الضرائب؟ هيدك علي سلامتك، بس أنا تلفت انتباهي حضرتك، سمعت أنت شاعر. أنا كنت أكتب شعر، بس هسه من كبرنا بدينا، بس من ضمن ما تتذكر شيء من القديمات؟ واحنا اليوم جلسه مفتوحه وبين عمي وبين عمامنا، قاعده حلوه هي، بس مو غزل. خاف اسوي لك مشكله. كانت وحده عمرها 18 سنه، زوجة واحد عمره 8 قصيده كتبتها اسمها عرس قوه. ذيك الايام ذيك الايام اصيح الحيل وهو يزفون بظلم قوه. الله. ولا قوة يزفوني دمع ورا مجفوني، ولك من دون البنيات ياخذني الليل بحسرة. يا سلام. ولا جاهل امس من نوم الوليله بمهد صغره ومن يبكي اناريل. الوليله بمهد صغره. ولا جاهل امس بالنوم الوليله بمهد صغره ومن يبكي اناريله. هسه عروس الزفوني الى الليله 8 سنين عمره ما كبر ليله ولا ليله، ويا ريت الموت من عندي خطف عمره خطف حيله، وتروح سنين لل20 نادي الموت، ولك يا موت رايح وين اصيح هلا، ومطرف مشبوح وامين، ولك خلصنا من عمر. العمر خلص قهر قوه، اصيح الحيل وهو يزفون بظلم قوه. شلون اقضي العمر وياه بالحسرات بالاهات؟ شلون اقضي العمر وياه بالحسرات بالاهات بالون؟ شلون اقضي العمر وياه بالحسرات بالاهات بالون؟ لا ضحكت شدد مني الله، ومن يبكي من يزعل شو اسوي له شحط له وسكت. الله. من يبكي من يزعل شو اسوي له شحط له وسكتنا. وقل له اسكت خلي العمر يخلص مريدنا، لو انت تحشي الخلق بالليل قالوا حيل صبع عريس جاهل، صبع عريس جاهل. هذا اهنيك على هاي الروح الجميله. شلون؟ روحك الجميله، شيخ وشاعر ومعدل. خادم انا لا والنعم. والله وحقائق قاعده بدي اشيل حتى مداسات وما اتقدم لانه انا اقول لك شنو؟ اكو بيهم كبار بالسن اكبر مني وقدموني قدام كلكم، وهذا اختيار. نعم. فما مجبر على شيء الا انهم اهلي وعمامي وفوتي، وزيدنا فخر خدمتهم. زين. أنا أول بارحة مريت عليك وشفت عندك مكتبة وشفت عندك كتب. عندي مكتبة، عندي فوق 2000 كتاب. وعندك مشروع تأليف كتاب. نعم. شنو تحصيلك الدراسي؟ أنا مخلص دبلوم نفط بال 8 سنة.
وخلصت وراء علوم سياسية. ما شاء الله. نعم. فالعلوم السياسية كيف نفهمها بالكلية معناها فن قيادة البشر. نعم. تتفنن شلون؟ وتعينت بالنفط بال 79 شهر 90 واشتغلت بالسلك الدبلوماسي وورا سلك رحت البي جي، بقيت البي جي 4 سنوات واخر شيء طلعت من بعد ما عد مولد عمي 3. بالنسبه للكتاب وصلت بي مرحله كبيره حيل، بس ما اريد اظلم الناس. اكو عشاير. شنو الكتاب يعني؟ ما علي. اخذت كتاب تحت عنوان بني لام ومارة وحضارة بعشيرة بالعراق 75 عشيرة. من ضمن العشائر اللي موجودة المعلة بديار ما وصلت اللي خلاني اتاخر واجفف حالتي انه اكو عشاير ما ارضى اظلمها. هذا من ما يلقى يفتح السجن ويفتح الدفتر وما يلقى اسمه زعل، راح يكون زعل. فلذلك ولا المسوده كامله. وبوابه هاي عشيرتي واحد يعني خذت مثلا بيت تامر او خذت بيت خنفر او خذت بيت شتيتر او خذت بيت شراب. كل واحد ايش قد حتى عدد اولاده لحد 10 سنين وطبعتها كامله عندي مطبوعه كامله بحيث ما اظلم اي واحد لانه الظلم راح يحد ما. وهاي هو ما حد يعرف قيمه الشجره او يعرف قيمه العشيره لما نطيح. مو لانه العشيره تكون توعيه للشباب طبعا. وهذا كتاب بين ايديهم يعرف هذول عمامه، هذا نسبه، هذا شيء. نعم. فهاي يعني هو جميله من جهه العزيز. نعم. عزيز يا ابو جمال، الله يحفظك. انا بخدمتك. احنا هنا وين راحوا؟ بهاتنا وين؟ نعم. اجدادنا وين راحوا؟ لا راح كلها. واحنا ماشيين ترى رد اياها مجرد سفر. صح. بخيت اللي يزرع بهذه الدنيا طيب. نعم. وباشر يغادر باي مكان. نعم. يغادر شو بقبيل كثير الله يرحمه سوي طيبات والله يرحمه ما سوى طيبات. اما تجي على مثلا كبارة العشيره او كبارة الفخر ويسمعوني من خلال الله والكل بني لام هو خادم، واللي يصورها بالبهبهه والفخفخه فهو باطل وما يعرف شلون يقود لك الفقره. يعني اول من يضحي واخر من يصير. اول من يضحي اخر حتى يملأ مشانه، لانه العشيره مو تلقاها كلها 100%، تلقاها كلها جاويد. لا، بيها ناس مخوش وبيها ناس ما ادري شنو. وحتى اذا يصير لك خلي قلبك كبير. مرات قد يلومني واحد اثنين ومن ضمنهم حج رياض، لكن وين راح حج رياض؟ ايه فخلي قلبك كبير يعني ويختلف انك انت توليدات الله. ربي يحفظك. انا انتقل الى جناب الشيخ تجيل حاتم العيادي. حياك الله. حياك الله شيخنا مره ثانيه واهلا وسهلا بك. حياكم الله. الله يحفظك ويسلمك. انا اقول ابو حيدر نعم كفى ووفى بهذا الحكي. انا خادم. وهذا ترى الحكي اللي يحكيه ابو حيدر عام، هو مو خاص بالنصير بدا. نعم فعلا. ولكن انا اريد شوي مثل ما اقول انوع الحديث. نعم. حياك مثل ما كان نعم. مثل ما اقول يحكي عن صفات العشيره. نعم. وصفات بني لام. نعم. انا اريد انوع الحديث الى موضوع اخر. راحتك. اسولف لكم نعم. نعم. عن العطاء. أيه. العطاء كان بيكم الناس اللي موجودين، العطاء كان سابقا موجود عندنا. نعم. لان احنا ناس اهلنا نعم. عاشوا جوع وتعب ومشقه. نعم. وبس الشيخ القطاعي كان يسمونه ذاك الوقت. فعلا. والقطاعي طبعا بدون تردد نعم. كان دعمه بريطانيا والملوكيه. نعم. اخويا، وكل الامور متهيئه له، الارض له، الحلال له، الزرع له. احنا كل شيء ما لنا نتعب ونشيل هنا نحطين قدامه. هو شو يعطينا؟ يعطينا 3 مقطات 4 مقطات. شنو هالمقطات؟ هاي طاسه الموجوده عندنا مال العمال، شيلها لنا 1 يعني 2 3. سلمه المحصول وهو ينطيك. نعم، 1 2 3 شيل روح.
فهذا واقعنا، وهذا ظننا يقين. نعم. فنحير بابننا اذا راد له مره، نعم. نحير بمريضنا عشان اذا طاح. نعم. فرد واحد اي. عنده ولد، الولد كبر، اي. اراد له مره، قال ابوي والله انا اراقب بنت فلان اريدها. خوش حاجة. قال ابوي مين يجي لك؟ شلون ندبرها؟ اي. قال والله يا ابوي اماد، هذا زلمه هم كبير. قال انا بعد وليدي ولد له مره، فانا لازم امشي اشيخ عطا ابو حيدر. نعم. امشي عطا استعطي. خوش حاجة. يقول والتاريخ يذكر تاريخ بدر، تاريخ بدر رميض. نعم. ابو صالح والنعم. ابو صالح اخويا، وتاريخ مجيد خلانا نعم. وناخذ عبر ودروس من عنده. هذا رجل والله يرحمه. نعم. فيقول هذا تعنا البدر. وصل المضيف، قال شو اسوي؟ شلون اسولف؟ ويش هذا شيخ عام وشيخ ابو صالح وبدر رميض، سمعت واصله وين؟ قال انا ليش ما اجيب له هوسه بالكوثر؟ خوش. الهوسه لو طاردني، لو ما ياخذ حقي مش اسمه، ما يرد. يوم حصل عطاي. ما يرد. ايه نعم. صار بالكوثر وهو دتش هوسه. يا اهلي يسمع الصايح، يا اهلي شيل الطايح، يا اهلي يسمع الصايح شيل الطايح. خوش حاجة. هذا الشيخ قال انا اخذ سبعه، انا اللي اشيل الطايح. ايه. دور عافية. انا اشيل الطايح. عافية. قال تسلم شيخ. صار سلم قاعد، نقلوا له هم القهوه والفنجان. قال ايش عندك؟ قال والله يا محفوظ خادمك اريد مريح وانا جاي على عطله. سهلة. قال تبشر واشرب قهوتك. نعم. شرب القهوه، موامير يسمون موامير هذول. قال نعم حفظ امر. قال طلعوا بيه شو يريد يطول، بعران حلال طعام. اخويا حمل الرجال عشان ويجي وعرس لي وليده والسلام عليكم. ربي يحفظك والنعم من مشايخنا والنعم من مواقفهم. جناب الشيخ، انا هسه ردت من عندكم طريقه صايره بالديوان ما سولفتوا لي. مو سولفت لك طريقه. الشيخ ابو زينب ما سولف. شنو تريدها؟ يعني حادثه حثت اثناء فصل. هو هوايه تصير الحوادث، بس هي مو مرات تنذكر كلها. شلون؟ يعني الديوان يلم مرات حق ومرات باطل ومرات شغلات، بس انت من تقول هذا المجتمع مالك تقول له هاي الشغله باطله، قليل من يتقبلها. اكون واقعي ترى. نعم. لانه الحق مر. نعم. الامام ابو الحسن سلام الله عليه يقول اكره الحق اللي هو الموت واشرد من رحمه الله واحب الفتنه. سألوا يا ابو الحسن شلون تكره الحق وتشرد من رحمه الله قال هو الموت حق. فالحق بس خلنا اخدمك شويه كمل. تفضل. الفتنه المال والبنين، الله يقول والمال والبنين زينه الحياه الدنيا. يا هو عندك بعد شيء تريد؟ انا على طار الطريفه. ايه. اذكر فد موقف للسيد حميد الله يرحمه. رحمه الله عليه، وذي صورته موجوده. والشيخ يونس الله يرحمه. ايه. وحجي خضير ابو دريد اللي هو موجود الله يرحمه. الله سولفها لي حجي خضير بعد ما اجى قاعد يمي بالمحل. ايه. وسولف لي هاي الطريفه. نعم. اللي انا ابحث عليها. نعم. يقول احنا كنا بفصل بالعماره. نعم. وجينا من الفصل. يقول هذا الحكي بزمن بالثمانينات بذاك الزمن. نعم. يقول طريق العماره تعرضنا للسلابه. نعم. نزلونا السلابه. نعم. يابا احنا فلان قالوا عرفناكم، انت سيد حميد وانت شيخ يونس وانت استاذ خضير، بس احنا لازم نسلبكم، بس راح ناخذ ملابس واحد من عندكم. اي يعطينا الملابس مالته ويروح ايش بدون ملابس. نعم. فيقول شيخ يونس الله يرحمه ضحك. نعم.
سيد حميد قال له مو وقت ضحك، قال له لا سيدنا وقتها، انت متقدم بكلهن، يلا تفضل انزع ملابسك. تحياتنا للسادة. فتحياتنا لرجال الزمن، وتحياتنا الله يرحمه سيدنا. لهاي المواقف الجميلة. فأنا اللي كنت أود من جنابك مثلا شيلنا علاقاتنا الدبلوماسية والعشائر الأخرى كذا. أخذ راحتك، سولف إيه. سولف. إحنا عمامي وأنا خادمهم، أنا مهوس لك هاي الهوسة ولا أحد الملوك الأمويين، ملوك بني أمية استحوذوا مال، استحوذوا سلطة، استحوذوا قصور، استحوذوا نسوان. فهذا أحد أمراء بني أمية سألوه، قالوا له شنو اللذة بحياتك؟ شنو استلذيت يعني؟ شنو ذوقت؟ قالوا شنو ظل ما شفته؟ قالوا له شنو؟ قالوا القصور قعدت بيها فما قمت تميز بين الكوخ والقصر. طيب كلها سوا، لأنه قصور كذا ونايم على ريش النعام، هاي وحده. قال له لو بعد قالهم النسوان جواري 3000 جارية، العوجة والعبدة والحلوة والمقرمة، حتى المقرمة 3000 جارية عنده. فالنساء ما قمت تميز فيه، هاي اثنين. والقصور ما يميز، المال اللير والتراب سوا، يعني شايف يمكن. قالوا له زين شنو استلم؟ قال له 3 ما مستلم منهم. البقيه شنو؟ قال لهم ما شفت ألم من جمعة العمام والقوة، فاستلذ بيهم والله العظيم عندي بعز الهوى. وانا اللي قلت ربي يديمها. اي شنو قلت؟ قلت مثل جمعة عمامي ما شفت لذات، الله مثل جمعة عمامي ما شفت لذات، ألم الزود منهم وقضي الكلفات. كفو. الما عنده من الإخوان عصبة يجذب الحسرات، كون أعضاك تنوم سبيت ونس يوم الملعب. ونس يوم الملعب. هم ذولي ظهرك بس هي شنو؟ يراد صفات القلوب. وانتهت عن الغيبة، لأنه أنت فلان من نما إليك وشاعر، من نما إليك يعني أنا جانا من بلد لازم أحكي وراك أو شيء عليك. فهذا المجتمع اللي وصلنا له كثر دين الباطل. ولذلك شوف مسألة كورونا ترى هاي غضب ربك عليك. الله يبعدها إن شاء الله. إن شاء الله يبعد عنك على خير. بحق محمد وآله. بس يعني فد سؤال يجي ببالي جناب الشيخ. بالنسبة للقهوة والشاي بالدواوين، نعم. نستفاد من جناب الشيخ في جيل حاتم، ومن جناب السيد صالح الجابري. نعم. يجاوب هاي القاعدة. يقولون الشاي قص، الشاي قص والقهوة خص. نعم. هسه انا مثلا انت عندك مناسبه، فرح، حزن، الله يبعد الحزن عنه، زين، وجدتك اجاويد وشيوخ من على الغرب وشيوخ من بغداد ومن الناصريه ومن العماره. نعم. وما قدرت تعرف من اللي دخل من اللي اول، شلون تميز وتبدا بالقهوه بيناتهم؟ القهوه دائما نعم تبدي بالسن. نعم دائما السادة مقدمين، لأن يوم تنقطع الأنساب إلا نسب رسول. أحسن. هاي كلها أنا من بليلام، ذاك من العيسى، ذاك من مدري وين. يوم تنقطع الأنساب إلا نسب رسول. هاي واحد. السيد له الخمس، خمس يجبر بيها، ملزم بيها كل واحد من عندنا اللي يعرف الدين. أصول الدين هي الخمس والزكاة. اثنين تبدي ورا السيد رئيس القوم او اكبر سر، هذا هو احترام الديوان. يعني انت مثلا زيد من الناس
رجل جليل عليك من ميت شافه وتخلي مثلا الجليل مثل اللي حشاك اللي ما يعرف حتى قيمته هو صحيح ولا غلط؟ يعني انت دائما هي ما تقول لي هي شغله شلون يعني زيد من الناس هو اصيل فيبقى اصيل طول عمره يبقى اصيل نعم ما يجي وحتى خلف تصير وصلاه لانه ما في الاباء يورثه الابناء فعلا. يعني اذا انا ابوي مخربط طبعا اطلع مخربط اذا ابوي خوشاتني اطلع يعني انه لازم اقتدي بابوي واخوي الكبير هسه سابقا حتى الاطفال بالمدرسه يقول له تقلد من؟ قال له قلد المعلم مالي اذا ما قلد المعلم اقلد اخوي الكبير او ابوي تصرفات اللي تصير حتى علماء النفس ياكدوها الطلاب اللي يدرسوا بالكليه علماء النفس يعرفوا شلون يمشي نفسيه ولذلك العقول تختلف عمره 60 سنه وعقله عقله ابو 30 سنه وعمره 30 سنه وعقله عقله ب 30 هذا سوي اما اللي عمره 30 وعقله 60 هذا عبقري واللي عمره 30 وعقله 10 سنوات هذا متخلف هذا مستوى البشر اللي عنده السين. احسنت اجل. جناب الشيخ تجيب حال. نعم. انت رباط قاع. نعم. ابن المضيف. نعم. ابن الدله، يمكن انت ولدت ببيت شعب. تمام. وما مشيت على حجله. نعم. يمكن زحفت صوب الدلال. اي. عايش وياه. نعم. تعرفها. اي. تندلهن. نعم. اذا اجى صاحب القهوه وبدا يمشي القهوه على الاجاويد. نعم. وخصت القهوه مالته. شلون يعني عنده فد مراسيم فرد وضع شلون يبين بين القهوه خلصت على مود يرجع يعيد مره ثانيه. تمام واضح. شكرا على هذا السؤال. ارجع نفس سؤالك الاول. تفضل. شاي قص. نعم. والقهوه تخص. نعم. الشاي يبدا من الديوان من بدايه اول واحد على اليمنى وتجي. على اليمنى وتجي. والقهوه تخص. نعم. تخص آل الرسول. تبدا بالسيد. ابد. خوش. دو الشيخ ماكو اكبر شيخ من اشيل الدله ما اصب الشيخ طالب. سيد. اصب الشيخ صالح. سيد صالح. سيد صالح. نعم. واذا حتى اذا اخطات مثل ما اقول واريد اصب له هو يقول لي لا زين روح صب للسيد وانا اعطيك الدليل. عندنا سيد عقله ام زيد ابو حيدر. نعم. الله يرحمهم جميعا. سيد عقله سيد خرساني. نعم. ويسيرون على المضيف. نعم. وكان عبد على مضيف مزيد الحمدان. على مضيف مزيد الحمدان. شيخ العيسى. شيخ العيسى حتى اعطيك دليل يعني. نعم. مو اسولف من جبي. نعم. من ينقلون الدله اول ما صبنا سيد عقله. والساده لابد ما موجودين مهما يكون موجود. بالسلف النصير اكو ساده. ليش يردون من النصير؟ نعم. لانه اكو مواقف حاسمه. نعم. اكو مواقف تتأزم الامور. نعم. فيدخلون الساده. نعم. يرفع شفيته بالعطوه. نعم. يحط روحه بالوسطى. واذا السيد دخل بالوسطى عرفون تطيح كل الاتفاق. صحيح. ونعم. انا بس السؤال. لحظه. اي. فالقهوه ما تنقل الا للسيد. واضح. والرايه ما تنحط والرايه ما تنشد وتنحط وتفتك الا بدي السيد. كفو. ثلاث العام. بس انا كان سؤالي جناب الشيخ. ايه. القهوجي يوزع والديوان عامر وشي. إيه. يا عزيزي القهوه اكو مصب واكو وياها 5 دلال. نعم. تبع. نعم. احنا هذه فوقنا دهنا. نعم. وقلت الدبو يعرفون اسماء جايب. نعم. اول واحده اللي اشيلها واصب من عندها. هاي يسمونها المصب. خوش. وراها المصب. المصب الثاني. نعم. الثالثه يكون اصغر من عنده حجم. لا نفس الشيء. نفس الشيء. نعم. ويصنع الدله كان سابقا ولا زالت موجوده عندنا من النحاس. النحاس. مو هسه الصدى.
ليش الى ان توصل. خلينا ندخلها بهاي ليش من النحاس؟ النحاس ممتاز، احسن حتى منها، ويحافظ على الحراره، ويحافظ على الحراره يكتسبها بسرعه مو شكل. ويحافظ رغم كنا شنو الوجود مالنا، الحطب الموجود. عمامي واخوتي عايشينها الحطب، يعني فضلات الحيوانات اخوي. واشد قوه نار من شو اسمه الزور والعقل وشو اسمه. صح. نعم صح اخوي. وهو كان واقعنا الحال، لا ما نكره. نقوم شنو دوره؟ بس للعرض لو تكون بقهوه ابو جمال. نعم. شغله القهوه موضوع متشعب. نعم. كلش متشعب هواي. هسه احنا عند ابو حيدر قاعدين، وطب علينا ضيف نعم من العماره، نعم من الناصريه، نعم ورحيم نعم. مشكور صب لنا رجل عرسون قهوه. مو تمام؟ نعم. حتى اربطها الى وين بالقمقم، شنو دوره وشنو ليش مخلينه وليش كبيره من دون الدلال حتى نعرف ليش هاي كبيره. وطبعا علينا ضيف من الناصري. نعم. هسه شو يسوي طالب؟ يقوم رحيم يقول له جدد القهوه، ما يريد قهوه اللي شربناها. يروح رحيم شو يسوي؟ يصب في هذا المصب. وين يصب فيهم؟ بالقمقم الكبير. يخلي قليل، يعني مثل الشربت. مو شكل؟ نعم. ويدق قهوه قبل هن يدقون هاون. نعم. مو هسه طحن. يعني انا من الناس ادقها لابوي بيدي. فعلا. وتصير خشنه مو مثل هسه ناعمه. فعلا. فهاي من خشونيتها. تظل الخشونيه وين؟ جوا. مثل. فمن اسوي قهوه اصفي الخشن وين اذبه بالكبيره. واضيف له ماي واغليه. من احتاجه شربت. الشربت منين ادور؟ من وحده لوحده الى ان وصلت وين للمصب. فاصبحت عندي قهوه صافيه، المصب اللي يشيلها يسطموا ما تقبل شو اسمه الغطاء. وكان القهوه عندنا مقله وخاشوقه وهاون وايدها. هاي الادوات اللي ادوات وتوابعها فعلا. وبيز. نعم. البيز شنو جناب الشيخ؟ البيز هذا الكلام موجه للشباب لان الناس ما يعرفونه، اما عمامي الخاصين الكبار لا يعرفون يجوز البيز. البيز قطعه من القماش. نعم. شلون هالقطعه هاي؟ نعم. اصفطها او اخيطها يعني بحيث من اخذ الدله تمنع الحراره عني واشيلها براحتي، وش قد ما يكون الديوان طول عشان اصب. هذا يسمونه البيز. وايضا منطوق التحويله. نعم. هاي هم اعراف ماكو مال دواوين. التحويله مثلا شنو؟ اليوم ابو حيدر نزلوا عده ضيوف يعني نسميهم حوله وعد. نعم. هاي معنى التحويله. شكرا جنابه. هلا. شكرا لهذا التوضيح. الله يطول عمرك. احنا قربنا على نهايه الحلقه جناب الشيخ، بس انا اريد من عندك تسولف لي على بعض السناين. نعم. السناين اللي تكون عندنا يعني حتى الشرع ما يقبل بها. نعم. اي فتسولف لنا يعني هاي، يعني هل تقدر العشائر تخلص من هالسناين هاي؟ لا. خلصت؟ تفضل. حياك الله. حيا الله بالله. واشكر الشيخ ابراهيم على القهوه وشغلات اللي يستفاد منها الشباب والاخرين. مجتمعك الان في هذا الظرف اصبح مجتمع شائع. خلينا نكون واقع، لانه كثر عندنا الباطل راح تدخلني بشغله سياسيه. شو اللي عندك سؤال؟ راح تدخلني بشغله سياسيه في غنى عنها، بس راح احكي لك الواقع كله. دخل الان هو مسؤول عن كلامي مهما كان. العراق محاصصه ولحد الان ما خلصنا. ثلاثه موجودين في المجتمع، الكردي والسني والشيعي، والاقليات الاخرى تكتب. بقى انت ابو الان وعندك 3 ولد، واحد تعطيه سياره او بيت وتقول له توكل، وواحد تعطيه بايسكل، وواحد تعطيه عربانه توكل. يصفون له يلعنوك ثاني يوم من تكون.
ها؟ فهذا المجتمع يراد لنوع من العداله. هاي العداله تنبني من الراس عندما يكون عادل. ولذلك المجتمع العشائري الان مجتمع بدا يمسك الحالات. انت ممكن العشائر تصورها انه باطله، لا، اكو عشائر بيها سناين وبيها قوانين. احنا جينا سوينا استماره. الاستماره شو؟ شدينا عليها رايه العباس والقرآن. واحد، كبسه ما لنا شغل. خوش. جميل. حلو. خمر ما لنا شغل. حلو. السارق انت هاي تدق عليه. هو اللي اريد. اي السارق جايك على السارق على السارق ما لنا شغل فيه. إيه. مهما يكون. احسنت. نعم. الباطل نعم. حتى اذا اخوي باطل اوقف ضده. احسنت. والله لا تستوحشوا طريق الحق لقله الثاني. سلام الله عليك. ابو الحسن الله اكبر. يعني كان يقول لهم والله لو شئت تبديلكم بالدينار بالدرهم على جماعتنا. نعم. يعني معاويه كان على باطل وانا على حق. يتبعون معاويه ويقفون ويجرون سيوفهم ضد الامام، في حين هو هزمه وكان من قاده مالك الاشتر، هزمه، ولكن تآمر عمر بن العاص برفع المصاحف هو دي. فيا بحر هي وراء النفسيات. هاي واحده. احنا القانون حطيناه، حتى اكو سوالف ما الزنا ما مسؤول عنها. هاي واحد من العشيره. هاي السوداء بوجه راعي. ما بوجه. بس جناب السرقه ما لنا شغل. بس هاي اسئله. مستحي حتى مرات ما نمشي وياه. بس اسئله سؤال. بس اسئله جناب. هو حرام سطع للناس يدافعون عن انفسهم امور. زين هذا باشر العشيره تعال نوبه فصله. بارد. هي طراجيه. جيت الطراجيه. هم المفروض يكسرون رجله. هو هذا صحيح. مو ضربته تصير برجله. لكن تعال ورا النفسيات. اكو بيهم يقول لك لا هذا ابني سارق لان على سلفه. واكو مو انا هسه لو ابني يسويها والله اقول لك يطقط حي. هاي انت اللي يطقط حي. بس والله انا يوم من الايام واحد من ولدي صعد على السياد مال جيراننا، هو عباس الصغير، وطاح انكسرت ايده. اجت يعاتبوني، قلت لهم لا والله لنا عن ابونا وابوه. روحوا عالجوه ب 50,000. كمل شغلتك لا تعوف. هذا وبقى. فاريد نبني مجتمع. اذا تريد تبني هو صحيح ربعك يقلون. نعم بس انت على صح. ربعك يقلون. اذا رساله. انا اقول لك شيء. رساله من جلال. لا خلنا اخدمك شوي. انت هسه انا اذا باطل وتقول لي باطل. وجه لي رساله من خلالك انت اليوم انا باوعد على راسي من خلال شاشتك. لجميع العراق. من خلال شاشتك. نعم. شاشه قناه الواقع ومن ديوان بني لام. نعم. حصرا. نعم. وعيسويانا يعني من القبائل الطائيه. نعم. ومولاي وسيدي. نعم. سيد صالح ومولاي سيد سعد، وذولي رؤساء الحمايل الموجوده. علينا ان لا يهوينا الباطل قطعا. نعم. وعلينا ان ننتبه بانه العراق وطننا. نعم. واللي يبيع وطنه يبيع شرفه وعرضه. اللي يبيع وطنه يبيع شرفه وعرضه. علينا ان نفكر انه احنا عراقي. نعم. والعراقي عليه ان يسعى ببلد شلون يلمه. نعم. شلون يرفع صوته. نعم. هذا الحلال وهذا العراق يطلع بخزينه داويه بلا رواتب. فعلينا ان نقف ضده. وعلى كل العشائر، كل عشائرنا بالجنوب، انه انا اعتبر اللي يستخدم السلاح هذا رجل فاشل. عندي شيء علي انه اجي بالاسلوب الدبلوماسي واحل مشاكل. وانا قبل يعني 4 ليالي وجهت نداء للعيسى ربعكم اول مريان وبني لام، يابا ما اريد استخدم بعد اي قوامه قطعا. تعال هو الشر هذا له مبادره جميله جدا من جنابك. نعم. ماكو داعي. وايضا بلغت حتى السعد. نعم. هذا موجود ابو كميل وهذا ابو زهراء
نعم. ابن قباشي قلت لهم يابا احنا اخوان وبيناتنا تحياتنا. نعم 75 عمره عندنا من بني منصور. شوف الارتباط العشائري. زين جناب هذا الشيخ. السيد اللي يمك ماخذين من عنده مثلا زين جناب الشيخ. يعني جد اولادنا. نعم. زين جنابك هسه هاي رساله من خلالك. هذا باولي انا النوع هسه مو ربع امامي قاعدين اميل للاسلوب الدبلوماسي، اريد دائما الستر والحل لانه ما يفيد غير الستر. انت خسران وانا خسران وعلى شغله الطيف 5 ساعات 5 دقائق تنام على ظهرك تباوع يابا كان سويت. حكينا تفاصيل. يقولون الشعراء احنا على مود الرجع الكلام. نعم. وحابين نسمع كلام شعر من جناب الرحيم. هاي وحده بس مر على الجماعه شوف منو عنده راي عنده حكي منو عنده حكي يا ولد. تعقيب. لا تنسى اشكر جماعه جيش المهدي كانوا الصدريين قاعدين ما ادري وين راحوا. كانوا قاعدين وربعنا لانه احنا هنا اكثر ولدنا اكررها مره ثانيه وثالثه ميولهم للتيار الصدري حتى اكون واقعي وحقيقي بدون لف ولا دوران. ايوه ما يصير وما هاي الله والرماني تحديد الرماني والرماني طبق واثنين هدارا عليه. يقول سهل دق الصبر بالصعب نخمه وعلى راسه هموم الفقر. اخاف ان من الاجواد نخله ونظل سباح تايه دخل. الله الله. عرفك تطلع الحق بحيدر. كفو. عرفك تطلع الحق لو وصل زاغور وعرفك من يثور قدام قبل انت تطق وتدور. الله الله. عرفك للحكي دهدار حكيك بالمجالس نور انت الخوانك تجوى قوم يميلون عليه الخوانك تجوى قوم يميلون عليه الخوانك تجوى. تحياتي لك. شكرا لك. ومن هذا الكلام الجميل ومن هذا المضيف العامر ومن جناب الشيخ ابو حيدر اللامي وجناب الشيخ تجيل العيساوي والسيد الجليل صالح الجابري والسيد السعد ولجاويد النصير. احبتي اعزائي المشاهدين نختم هذه الحلقه، انتظرونا في لقاءات قادمه. شكرا والى اللقاء.